السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. صباح الفل عليكم جميعا يا رب، كل المشاهدين وحبايبي اللي بيتابعونا على قناتي، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هبدأ معاكم إن شاء الله يومي معاكم بكل تفاصيله. هبدأ إن شاء الله أول حاجة عملتها توضيت وصليت وتوجهت لشغل بيتي. هبدأ أحلب الزيت. رجعنا لكم بعد ما حلبنا الجاموسة. هنعمل فطارنا النهارده. طبعا النهارده الجمعة، جمعة مباركة عليكم يا رب جميعا، على كل اللي بيشاهدني وبيتابعني. هنبدأ نعمل فطارنا. هنعمل شوية بطاطس، هنعمل البطاطس بتاعتنا، هنحطها في الاير فراير. لو حابين اعمل لكم ريفيو عن الاير فراير، قولوا لي في الكومنتات. بس كده عملنا البطاطس بتاعتنا، وهنبدأ نعمل فطورنا. هنعمل فطارنا الخفيف النهارده. دينا حطينا البطاطس في الاير فراير، وهنكمل نعمل فول. طب انتوا عارفين فطار يوم الجمعة ده فطار مميز، عشان هيبقى كل العيلة موجودة في البيت، ما فيش حد في شغل ولا في اي حاجة. هيكون الاولاد في البيت، ما فيش دروس معاهم دلوقتي. طبعا احنا في الاجازة دلوقتي دروس. الاولاد موجودين في البيت يوم الجمعة، وزوجي في البيت، وكلنا بنفطر مع بعض. فيبقى فطار مميز يوم الجمعة. جمعة مباركة عليكم يا رب. هنسيبكم ونروح نفطر، وبعد ما نفطر هنرجع نواصل ونشوف اللي هنعمله في يومنا ان شاء الله. فطرنا، هنروح نفطر وهنجيكم ان شاء الله نتابع بداية يومنا. طبعا بعد ما خلصنا الشغل اللي احنا بدأنا فيه معاكم من اول اليوم، هنبدأ ندخل المطبخ نعمل نعمل غدانا. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنسلق اللحمة، نحط اللحمة تتسلق، وهنعمل غدانا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط بهاراتنا مع اللحمة، وكم ورقة لورا، وواحدة قرنفل، 3 حبهان، كم واحدة قرنفل، وبصلاية قطعاها نصين، وطماطماية، وكم واحدة توم. وهنبدأ نعمل وصفتنا النهاردة اللي هنعملها مع اللحمة. انا النهاردة ان شاء الله عاملة الفاصوليا البيضة. هنقشر حوالي نص كيلو بصل،
نبشر البصل ونرجع لكم تاني. هنفرم بصلنا في الكبة، نفرم البصل معانا في الكبة ونحط حلة على النار ونحط فيها حوالي معلقة سمنة أو معلقتين سمنة، معلقتين سمنة. وبعد ما حطينا معلقتين السمنة أول ما يسيحوا معانا نبدأ نحط نص الكيلو البصل اللي احنا فرمناه في الكبة. هنحط الملح بتاعنا، بعد ما حطينا الملح بتاعنا هنحط حوالي معلقة 7 بهارات. هنتبل بصلتنا يعني بالبهارات اللي انت تحبيها. بعد ما ضربنا بصلتنا حطيناها في السمنة نبدأ نضرب الطماطم بتاعتنا كمان. بعد ما خلصنا ضرب الطماطم بتاعتنا حوالي كيلو طماطم، هنشوح البصلة بتاعتنا لغاية ما تصفر خالص لما نضيف لها الطماطم. وبعد ما البصلة معايا اصفرت بالمنظر ده وبيجيب اللون الذهبي الحلو نبدأ نضيف لها معلقة تومة، معلقة تومة كبيرة ونقلب. بعد ما حطينا معلقة التومة بعد ما البصلة اصفرت هننزل معانا الكيلو الطماطم اللي احنا ضربناه في السلق. ونغطي التقلية اللي احنا عملناها دي نسيبها تتسبك براحتها على نار هادية لغاية ما اللحمة بتاعتنا تستوي ونعمل منها الفاصوليا ان شاء الله. هنشوف اللحمة بتاعتنا استوت ولا لسه. لسه اللحمة كده نص سوا. بعد ما تستوي نص سوا هنضيف لها الملح بتاعنا والبهارات. مش بحط في اللحمة ازيد من ملح. حطينا الملح و7 بهارات. هنشوف التقلية معاكم وصلت تسبكت كده التقلية. التقلية تمام واتسبكت وزي الفل. هنضيف لها بقى الفاصوليا. قبل ما نضيف الفاصوليا هناخد شوية لحمة هناخد شوية تقلية عفوا هناخد شوية تقلية للحمة. وهنشوف الفاصوليا معاكم، هنشوف الفاصوليا استوت ولا لسه. الفاصوليا خلاص الحمد لله استوت وبقت زي الفل. انا سلقناها طبعا. الفاصوليا بتسلق بمية الاول لغاية ما تستوي كده استوت تمام. هنصفيها ونضيفها للتقلية بتاعتنا. وادينا بعد ما صفينا الفاصوليا من المية اللي اتسلقت بيها وغسلناها هنضيفها للتقلية بتاعتنا. هنضيفها للتقلية ونضيف لها الشوربة من اللحم. بعد ما زودنا الشوربة بتاعتنا للفاصوليا بالمنظر ده وحطيناها في التقلية طبعا. انا بحب احط نص معلقة توم مفروم نية تديها طعم حلو. نغطيهم لغاية ما تتسبك مع بعض. وهنعمل شوية رز بالشعرية. الفاصوليا ما تتاكلش غير بالرز بشعرية بصراحة او بالرز السادة عادي، بس هي اساسها رز وفاصوليا. حط معلقة سمنة على معلقة زيت للرز.
حوالي نص كيس شعرية. وكده بعد ما الشعرية خدت معانا اللون الذهبي هنضيف عليها ايه الرز. الكمية طبعا ايه كل واحد كميته ايه اللي هو محتاجه. هنشوحهم مع بعض نديهم تشويحة حلوة. أول ما تشوح معاهم نوصل للمرحلة دي تشويح نحط لهم. أنا بحب بعمل الرز الشوربة تحت اللحم. وكده بعد الفاصوليا بتاعتنا مستوية هنعمل لها ايه الطشة بتاعتها. نحط لها معلقة توم على معلقة سمنة نعمل لها ايه الطشة بتاعتها. وبعد ما خلصنا الفاصوليا وسويناها هنعمل لها الطشة اهي. نطشها بالطشة بتاعتها. هناخد شوية شوربة من تحت اللحمة نعمل بيها ايه البامية الناشفة. هنعمل البامية الناشفة. لو حد يعرف البامية الناشفة في الكومنتات وطريقة تنشيفها يقول لي. هنحط معلقة توم نية طبعا في الشوربة عشان نضيف البامية الناشفة ده طعم حلو. بعد الشوربة ما غليت معانا وحطينا معلقة التوم الخضرة النية يعني هنضيف من البامية المجففة. ادي البامية المنشفة ناشفة يعني دي بنشفها انا. نحط حوالي 3 معالق ونص على الكمية دي. 3 معالق بامية. اول ما تقلب على طول بطفي عليه اول ما تفور معاه عشان تبقى ايه لونها اخضر وحلو. لو حد يعرفها البامية دي يقولي في الكومنتات وبيبينها ازاي يعني. وهنعمل قشة للبامية بمعلقة سمنة ومعلقة توم للبامية اللي احنا ايه دي اللي احنا عملناها البامية الناشفة. التومة بتاعتنا مصفرت تحت البامية هنحط لها ايه معلقة كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة مع البامية جميلة جدا مع التومة. ونقشها البامية ايه على طول. نطلع اللحمة بتاعتنا بعد الزيت ونحطها في الطاجن بتاعنا. طلعناهم وحطيناهم في الطاجن. عاملة شوية تقلية بالشوربة انا هنضيف ايه التقلية على اللحمة عشان ندخلها الفرن. نضيف لهم معلقة سمنة بلدي وشوية رشة لهم رشة السبع بهارات. وكده الحمد لله خلص الغدا بتاعي. عملت وخلصت الحمد لله. بس لسه طبعا الغرف. كده خلصت الحمد لله. فاضلش غير الغرف. طبعا الغرف ده على التقديم ان شاء الله شوية كده الغدا بتاعنا. عملنا الرز بالشعرية وعملنا البامية الناشفة وعملنا ايه الفاصوليا ودي اللحمة بتاعتنا. واسيبكم في رعاية الله. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان تتابعوا مني كل كتير ان شاء الله المزيد من الفيديوهات وعشان الفيديو يرتفع. لو عجبكم الفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.